كصناع محتوى ما عندناش بلاصة. احنا وين معناها، احنا وين نعيشوا؟ رانا بالحق ما عندناش حتى كادر قانوني ولا ان ستاتيو ليغال نعيشوا به. احنا تونس مش معترفة بصناعة المحتوى كخدمة. دونك انا ياسر مع فكرة ان نرجعوا الكتب موجودة، خاطر توا العباد ما عادش تقرا في الكتب. دونك الكتاب هذه كتبته الحقيقة كنوع من انتفاضة على الوضع الحالي. المرأة الحبلة ديجا انا باغمي لي كونساي اللي نقولها لي شاركوتري الكل تنحيهم وكالمعلبات الكل تنحيهم. راهو نسب الخصوبة في وقتنا الحالي قاعدة تطيح على الاخر. انسانه توا راهو الباتش كوكينج، تسمعوا بيه الباتش كوكينج؟ تاخذ طيب وتعلب على بعض وتحطه في وحدينا هكا دي شو اسمه تابر وير وتحط في الكونجيلاتور وتجبد. هذاك الكل في بالك في صحه؟ ما فيش صحه. راهو الباتش كوكينج دور المؤثر كيما المعلم. الوسائل التواصل الاجتماعي راهي مصدر غير موثوق للمعلومه. تعرضت لبرشا هرسله الاخر ونشجع اي حاجه تونسيه. لا بروفوني انا عامله ان كونسيبت كامل اللي هو سمول بزنس كاونتس. هذا يعمل الفرق بين عبد عنده جوست نوامر وعبد عنده عباد اورجانيك تبع فيه. احنا المشكله وين نتاثروا ياسر نمشيو بسياسه القطيع مع فيه توا. هو انه الانستغرام مبني على البؤس. نسي قبل مش كيما نسي توا. معناها بالنسبه لي انا نوامر يكون عندك ملايين وما تنجمش تاثر عليهم. مرحبا بكم مشاهدينا متابعي 619 في برنامج جديد انسجام. علاش انسجام؟ لأن حبينا نوصلوا لصناع المحتوى ونشوفوا مدى تأثيرهم في المجال الافتراضي وكذلك في أرض الواقع. هذا علاش اليوم 619 ومن المنبر هذا باش نحاولوا نشجعوا على كل ما هو تونسي. واليوم في حلقتنا نستضيف ضيفة عرفتها العباد على الانستغرام برشا، نحبوها هي تعرف بروحها. مرحبا بيك نورشين. عايشك اسكندر على التقديم. فرحانه برشا اللي انا بحذاكم، فرحانه اني باش نكون اول ضيفه ليكم في البودكاست الجديد نتاعكم ان شاء الله. نعرف بروحي نورشين جني، اخصائيه توليد وصحه انجابيه بما معناه قابله، وصانعه محتوى ديما نعتز بها. راهو توا في تونس باش نحكيو احنا، انت ديجا قدمت صناعه المحتوى كحاجه ياسر محلاها في تونس. دونك نقول اللي انا عندي دوبل كاسكيت، أنا قابلة وصانعة محتوى. حتى صناعة محتوى في تونس ولات خدمة. دونك صانعة محتوى وما بعدش يسر على دوميني، قعدت نعمل في محتوى علمي. وهنا زدت خديت كاسكيت جديدة اللي هي كاتبة، كتبت رواية نتعرف عليها. إلا أنه نورشين اليوم كيفاش تأثر بصناعة المحتوى السلسة هذه والعلمية على أغلب الناس اليوم يتبعوا فيك؟ ينجموا يكون مختلفين بحكم أنه مجالك العلمي موجه للنساء أكثر للرجال. صح. بكل بساطة كتبدأ أنت متمكنة من حاجة راك تنجم تعديها بسلاسة للعباد. معناه أنا ما وصلت خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي وقدمت المحتوى هذا إلا ما قريت. معناه أنا مانيش جاية، خليني نقول مانيش جاية من باك جراوند أخرى وجيت لصناعة المحتوى العلمي. لا، أنا قارية، قريت في الدومين هذايا 5 سنين ومازلت لحد اللحظة هذه نقرأ. على خاطر العلم سورتو الطب معناها راهو يتطور. كان انت باش تقعد بالمعلومات اللي عندي انا 3 سنين تالي على ما بديت، راني توا باش نلقى روحي قاعده نعطي معلومات غلطه. دونك ما وصلت خرجت على السوشيال ميديا الا ما عندي الباز صحيحه. لو كنت ما تنجمش تبني قاعده بالباهي لما تكون عندك عروس وباز. دونك انا بديت بهم بالقرايه نتاعي، تمكنت انا في حد ذاتي، ومن بعد الحقيقه نتاع ربي كيفاش وصلت المعلومه وبسطتها لحد اللحظه هذه مش عارفه كيفاش. نلقى روحي بطريقه من غير حتى لا قريتها لا تعلمتها، خرجت مني وحدها بسلاسه. ويمكن عاونتني ياسر الستاج اللي عملتهم في السبيطار. كي نمشي للسبيطار اسكندر نقعد مع نساء، نحكي مع نساء، نحب ياسر نسمع نساء. سمعت منهم، تعلمت منهم برشا حاجات، واستعملت اللكسيك نتاعهم هما باش وصلت به للتونسي. لوين تحب توصل بالمحتوى هذا؟ نحب نمس 24 ولايه نتاع تونس. الحقيقه نتاع ربي حلمة ديجا ملي انا من قبل ما نبدا نعمل في صناعه المحتوى ديما في مخي علاش الصحه والا لاكسي وسوان نقولوا احنا ليميتي على الاخر. اللي عنده فلوس ينجم يداوي واللي ما عندوش ما تخلطلوش لا معلومه لا مداوات. هيك علاش انا وصلت عملت صناعه المحتوى، باش اللي ما عندهش حق كونسلتاسيون ولا ما تنجمش تخلص طبيب باش تساله على حاجه تلقاها المعلومه على المحتوى، على تلقاها على ريزو سوسيو. دونك انا امنيتي يعني انه الولايات الكل يتمسوا بالمحتوى اللي نقدم فيه. كيفاش لقيت تفاعل العباد والمؤسسات اللي انت خذيت من عندهم فكره كيما المستشفيات؟
الحقيقة متاع ربي بداية ما كانتش سهلة معناتها أي حاجة كيما حاجة باش تبداها لأول مرة ماكش باش تلقى روحك يا مرحبا بيك تعمل في حاجة هنا معاك لا. الحقيقة تعرضت لبرشا هرسلة من زملائي من اللي تحكي عليهم انت توا من المستشفيات كيفاش قابلة اللي نورمالمون نلقاوها في السبيطار في بيت العمليات خرجت على انستغرام وعلى تيك توك تحكي في محتوى هذا اللي ما يتحكيش معناها لبرا. دوك من الاول كانت لي صعيبة على الاخر الحقيقة ومن بعد بشوية بداو العباد يتقبلوا فيها. دونك انا الحقيقه نتاع ربي اسكندر ما لقيتش صعوبه كبيره اما كانت البدايه الاولى اني باش نتشجع ونعملها البا هذيك خذيت مني برشا انرجي على خاطر انا مازلت وقتها صغيره في العمر ومازلت نعمل في حاجه اصلا ما بديها حتى حد. انا وقت بديت 3 سنين تالي ما فما حتى حد عمل محتوى علمي خرجوا على التواصل الاجتماعي. دونك بديت حاجه جديده عليا كي بديت حاجه جديده عليا قعدت بشويه نقول زعما نعمل فيه صحيح ولا غلط للي بشويه لقيت ثنيتي وللي العباد ولات قبلت الحاجه اللي نعمل فيها. اما معناتها سيتي ان ترافاي معناتها لونغالين ماهيش حاجه سهله معناها ما كانتليش ما تمدتليش في طبق وصلتها لدرجه اني اثرت على زملائي انهم يخرجوا على المواقع هذيكم توا نراو برشا طب ديجا وبرشا دي بسيكولوج وغيره من معناتها من لي دومين خرجوا على السوشيال ميديا ويعملوا في اللي نعمل فيه انا بديت 3 سنين التالي يعني. كيف اثرت عليك في حياتك الخاصه لي ريزو سوسيو؟ يمكن ما عادش عندي اكل الانتيميتي اللي كنت عندي قبل اكل الخصوصيه اللي كنت عندي قبل. معناه انت راك توا ولاو العباد عندهم حق عليك. قبل كنت تنجم تعمل اي حاجه وديما في مخك اللي انت تعيش في الحاجه هذيك مع عباد مصغره. توا ما شاء الله معناتها تولي اكسبوزي بزيد راهو كيما اي حاجه انا نقول السوشيال ميديا سي ان ارما دوبل ترانشون معناه فيه الباهي فيه الخايب. حاجه الباهي انك تكون عندك صوت انك توصل الحاجه اللي تحب توصلها ميساجك يوصل اسهل لي كانوا يوليو ديسپونيبل ليك. اما مالوغوزمون باغمي الحاجات اللي هما لي زانكونفينيون تاع الريزو سوسيو ما عادش عندك الانتيميتي الخصوصيه اللي كانت عندك قبل. كيفاش ترى تفاعل العباد معاك وانت صانعه محتوى بخلاف مجالك العلمي؟ بخلاف مجالي العلمي يمكن وصلت الحمد لله يا ربي بدون رمي ورود وصلت اني نخلق ثقه كبيره ما بيني وبين الكوميونيتي اللي تبع فيا معناها يعرفوني انا ما نقدمش حاجه يسوفي حكيت عليها ولا بارتاجيتها ولا كومونيكيت عليها امبوسيبل نهبط حاجه فيك نيوز ولا حاجه كذبه ولا نجم نضر بها. دونك الحاجه هذيك خليتهم يكونوا عندهم ثقه فيا. دونك ينقادوا ويتاثروا في معناتها في لو فولي بوزيتيف. دونك الحقيقه فرحانه على الاخر بالانتراكسيون اللي تخلقت مع الكوميونيتي. ساعات نقول لهم انتم عائلتي الثانيه ما عادش نحسكم جوست نوامر معناها بالحق معناها نحسهم عباد معناتها عباد يعيشوا معايا عائلتي اللي حتى كي نخرج الشارع نفرح مش نورمال. ما عندك حتى فكره قداش نحس روحي مرتاحه كي نبدا في اثنين نسمع يا نورشين نحب نتصور معاك عسلامه نحس روحي مرتاحه معناها غيالمون وراو هذا يعمل فرق. هذا يعمل الفرق بين عبد عنده جوست نوامر وعبد عنده عباد اورغانيك تبع فيه خرجهم الزوز للشارع وشوف شكون اللي يحكيوا معاه وشكون اللي ما يحكيش معاه. عادي يكون عنده زملين ما يخرج الشارع غيالمون ما يعرفوا حتى حد. عادي يكون عنده 100,000 يخرج الشارع يعرفوه العباد. دونك هوني تفهم اني انت خلقت اون كوميونيتي مش جوست نوامر. منين مداخيلك الماديه انستغرام ولا مجالك العلمي في الواقع؟ انا قلت لك انا بديت قلت لك راني انا صانعه محتوى وقابله غيالمون بديت ندخل من صناعه المحتوى قبل ما ندخل من خدمتي كقابله. خلص فلوس باهي الانستغرام والفيسبوك؟ الحمد لله يخلص الحمد لله بيان سور على قد تعبه على قد ما تخلص وبتبيع مش انستغرام كحد ذاته راهو خاطر احنا في تونس مازلت ما عندناش المونيتيزاسيون معناتها في الانستغرام. مي شنو اللي يخلص لي كولابوراسيون كي تخدم كولابوراسيون انا في دوميني مثلا كي نخدم على لابوراتوار يبيع دي كومبليمون اليمونتير يقول لي احكي لي ما هو سي بون انا خلقت تيران تاع ثقه مع الكوميونيتي يعرفوني كي نحكي على البرودوي هذاك سكو انا عارفه شنو فيه من المحتوى العلمي نتاعي ولي كومبوزونت وشنو فيه. دونك هو كلابوراتوار يقول لي عندي برودوي نحبك تجربوا كاين تحسوا معناه دو فالور وفي لي سيرتيفيكاسيون نتاعو زاد انا عندي خدمه كبيره راهو ما ترانيش هبطت محتوى باش نخلص عليه لا ساعات وجاوني برشا دي كولابوراسيون انا رفضتهم خاطر دو يبدا ما عندهمش لي سيرتيفيكاسيون ما عندهمش لا ميم تلقاهم ما همش مطابقين لي نورم. دونك نرفض معناه انا هنايا ما نجمش نحط حاجه على البلاتفورم نتاعي نجم تضر العباد. على ذكر البلاتفورم لو يخرج بلاتفورم تونسي
واللي يخلصك تونسي اي وتخلص تونسي تشجع عليه وتكون انت من الوالد بيان سور بالطبيعه راني انا ياسر نحب ان نكونسوميو تونسي على الاخر ونشجع اي حاجه تونسيه. لا بروفوني انا عامله ان كونسيبت كامل اللي هو سمول بزنس كاونتس. اش معناها؟ اي انسان تونسي عنده ان سمول ان بتي بروجي يحب يخرجوا على لي ريزو سوسيو، راني ماذا بيا انا جو لونكوراج ونهبط. علاش؟ خاطر لازمنا نكونسوميو تونسي. راه كان باش نقعدوا نكونسوميو حاجات معناتها جايه من برا ولا احنا المشكله وين نتاثروا ياسر نمشيو بسياسه القطيع. معناها هذه تكونسوميت هذه حاجه باهيه اخ لي نجموا نكونوا نكونسوميو فيها برشا عباد وهي تضر فينا اونتخ طون. دونك علاش احنا ما نكونسوميوش حاجه تونسيه ونشجعوها؟ وبخيتو حاجه تصنعت في بلادنا، ما تنجمش تكون حاجه فيها مضره يعني. في العالم الافتراضي هذا انستغرام وفيسبوك وتيك توك ترى ياسر في معلومات غلطه. كيفاش نجم تنصحهم العباد هذول اللي تعطي في معلومات الغلطه؟ انا نقول لهم ربي ميزنا بالعقل. معناها شنو هي الميزه نتاعنا؟ العقل. معناها انت تنجم ترى 5000 المعلومه في النهار، شنو هو الحاجه اللي باش تخليك تعرف هذيك حاجه صحيحه ولا غلطه؟ العقل نتاعك. كيفاش؟ ما تاخذش معلومه مسلمه. احنا نعرف ونعاود نقولها ونزيد نقولها، صحيح احنا موجودين على لي ريزو سوسيو، اما راهو الوسائل التواصل الاجتماعي راهي مصدر غير موثوق للمعلومه، ما تنجمش تثق فيها 100%. راه ديما تاخذ وتغربل، وباش تغربل بالمخ. معناها انت تلقى معلومه حتى من عندي انا، راهو هاني انا نقول لك راه نعطي في معلومه قيمه وصحيحه ومنقوصه من الاغلاط، اما راهو انا نشجعك انك تاخذها المعلومه وتحل عليها الكتاب. ربي ما يزك بالعقل، خذ دريج خذ درجين قبل ما تستعمل اي حاجه، اقرا عليها افهمها شوف شنيا فيها تنفعك ما تنفعكش. دونك هنا العقل هو اللي باش يخليك انت كانسان تعرف تميز ما بين الحاجه الغلطه وحاجه الصحيحه. فما موقف خطير ولا نصيحه مديتها وندمت عليها؟ مديتها وندمت عليها ليه؟ اما يمكن فما حاجات، هو راهو العلم ولا الطب ديما في تطور. معناها عادي نكون 3 سنين قلت معلومه تو ما عادش صحيحه. دونك هذيك علاش لازمني ديما نقول ونعاود ونذكر اكسيتيرا. دونك لازمك ديما تعمل ميزاجور وتعمل لا فورماسيون كونتينيو. عادي على الاخر انا نقول معلومه توا يجبدوا عليها الكتاب 3 سنين تالي يقول يا هاك قلت 2 معلومات متناقضين. دونك سي بوسيبل. كما ينجموا متشابهين، كما ينجم يكونوا نفس الحاجه تعاودت، خاطر وقتها هي العلم مازال في نفس المجرى. اما الاكثريه ديما يتبدل، ديما يخرجوا معلومات جديده، ديما تخرج دي في سيانتيفيك جدد. دونك يحاولوا يصلحوا القديم، خاطر كان باش تقعد نفس المعلومه فماش علاش يعطيو ستاتستيك جديده، فهم ديما يخليوها نفس المعلومه. ما كان خرجوا دي زارتيكل جدد راهم جوست باش يصلحوا المعلومه اللي تقالت قبل القديمه يعني مش صحيح. اعطينا مثال على حاجات علميه تنجم تكون توا تاكدها ونهار اخر تنجم تتبدل، يا اما بالرفض يا اما بالتجديد بالطبيعه. نعطيك اكزامبل. انا 3 سنين التالي انا من العباد يعرفوني نشجع ياسر على الولاده الطبيعيه. دونك ما كنتش ياسر برو سيزاريين كان كيبدا عنا عمليه القيصريه، كان كيبدا عنا اسبابها. دونك انا قبل كنت نقول لهم باش نبعد معناها باش نشجع العباد على الولاده الطبيعيه. الولاده الطبيعيه تنجم تولد توا و3 تحت 6 شهور تعاود تولد على روحك نورمال. دونك اي مراه تخمم في سيزاريين كنت نقول لها قبل اللي راهي ما بين سيزاريين وسيزاريين لازمك تخلي عامين بالمرتاح، سما انترفال انترجينيزيك، تخلي عامين باش السيكاتريس تبرى وانت ترتاح ومن بعد تعاود تحبل. توا بتطور العلم ما عادش نجم نقولها، خاطر توا العلم تطور والعمليه القيصريه لي بوان سوتور ونوع نتاع الخيط اللي يستعملوا فيه ولا خير، وحتى الخياطه خير. دونك المراه ما عادش تسحق عامين باش تعاود ترتاح وتعاود تحبل، راه تنجم بعد عام تنجم تعاود تحبل على روحها نورمال، تولد عمليه قيصريه وما فما حتى ريسك لا على صحتها لا على صحه صغيرها. واضح. هل النجاح اليوم على انستغرام مبني على البوز ولا مبني على واقع يلزم انت تعرف كيفاش تتحكم فيه؟ سؤال باهي هذا. اللي احنا نعيشوا فيه توا هو انه الانستغرام مبني على البؤس. معناه انت تحب تعمل نوامر، احكي على حاجه فيها بؤس، عركه، ما نعرفش انا طليق، مالوغوزمون معناه في وقتنا توا هذاك اش قاعد يصير. وقت لي هو لازم العكس، ما لازمش تضرب معناتها العباد بالحاجات اللي تمس اللي توجعهم يعني. دونك بالنسبه لي انا ما نجمتش نمشي فيه الفولي هذاك. مي شنو نعمل؟ فما حاجه اسمها بارتاج ديكسبيريونس، انك تبارتاجي التجربه نتاعك هذيك زاده قاعده تمس في العباد، وهذيك اش قاعده نعمل انا توا. معناها كي نحب نوصل للعبد نحاول لو ماكسيموم اني نبارتاجي معاه التجارب نتاعي انا الخاصه من غير ما نركب على الاحداث ولا نعمل البؤس. تحس بالمسؤوليه في المحتوى نتاعك؟ على الاخر
مسؤوليه كبيره كبيره زاد. علاش؟ خاطر انا راهم ما يتبعونيش عباد، انا الكوميونيتي نتاعي لا ماجوريتي ديجا، معناها كي بدا صغير في العمر راهو مسؤوليه كبيره كيفاش باش تربيه معاك. هذا كيما المعلم، راهو احنا نحبهم يفهموا اللي دور المؤثر كيما المعلم. المعلم يقول لك وكاد المعلم ان يكون رسولا، معناه المعلم عنده اجيال يتربيوا معاه، يا يعطيهم الباز الصحيحه يا على الدنيا السلام. كيف نحس في روحي راني نلعب في دور المعلم. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون المعلومات اللي نحب نعطيها لك الصغيرات اللي تبعوا فيه نحبهم كي يكبروا يقولوا يرحم والديها والله نورت لنا ثنيه، مش يقولوا ربي يهديها راهي هزتنا الثنيه الغلطه. يعني معناها نقولوا تنجم تكون صادق وتنجح ولا يلزم تلعب اللعب؟ انا نمشي بمقوله تكون صادق تربح. علاش؟ خاطر شفت يلعب اللعبه تو تاغ باش يتيح، معناه ينجم يعمل لك البيك ومن بعد يعمل افاندرومون توتال. مي باغ كونتر كي تكون صادق الصيح باش تكون بدايه صعيبه، خاطر انت في وسط هذوكم الكل ايش باش تلقى وايش باش تخلي، مي راك انت باش تدوم. نلعبوا على الدوام هنا. شنو الفرق ما بين محتوى مسؤول ومحتوى مايع؟ المحتوى مسؤول راهو باش يعطيك معلومه قيمه، معناها حتى كي باش تتبعوا المدة هو شنو تو المحتوى عرضي اللي نعيشوا فيه، معناها دقيقة ونص 3 دقائق ماكسيموم ريل باش يعطيك معلومة. دونك المحتوى المسؤول فك دقيقة ونص ولا 3 دقائق راك انت خرجت بمعلومة، خرجت بإفادة. من المحتوى المايع ما خرجت بشيء، ما تنجمش تخرج بحاجة مالوغوزمون، تخرج بنعرفش انا هاوش لبس هاوش كلي هاو درشني، علاش مانيش نعيش هكاكا؟ بالعكس في عوض يخرجك بإضافة، يخرجك بنقص، حسك بالنقص. شبيه هو عنده الكرهبة الفلانية، كيفاش عمل دخل الفلوس هذيك، كيفاش يلبس هكاكا، حسك انت بالنقص. مي باغ كونتر المحتوى المسؤول نورمالمون ما يخليكش تعيش النقصان، مي بلوتو يخليك تعيش معلومة اضافت لك حاجة لحياتك، علمتك حاجة. معناها نجم نقولوا انه كل انفلونسور عنده برشا فولورز ماهوش مصدر ثقة. بالطبيعة راهو من نوامر عمرهم ما كانوا روبير نتاع انفلونسور عنده ثقة ولا لا. راهو مؤثر، جوز نفسروها كلمة مؤثر، راهي تنجم انت تكون مؤثر، نجم اي عبد توا هنا يكون مؤثر. علاش؟ على خاطر المؤثر يسوفي عندك فكره وعندك عباد دايرين بيك حتى 2 ولا 3. شفت يسوفي عديت هالمعلومه للانسان هذاك، وهو الانسان هذاك تاثر بها وتقاد بها وعملها، راك اثرت عليه. معناه ماكش مطالب تكون عندك ملايين تتبع فيك باش تاثر عليهم، راه يسوفي عندك عباد يمنوا بالقضيه نتاعك، يمنوا باللي برانسيب اللي تعيش بهم وتاثروا بيك ونقادوا بنفس الفكره ذيك. معناه بالنسبه لي انا نوامر نجم يكون عندك ملايين وما تنجمش تاثر عليهم. حسيت بضغط مرات باش انك تبان مثاليه للعباد اللي تابعوا فيك؟ اي نحسوا الضغط هذاك. اما انا من العباد اللي ما لحد اللحظه هذه الحمد لله يا ربي ما تحتش تحته البياج هذاك. معناها نحس هالبريسيون، نحس روحي نبدا متقلقه، لازمني نخرج ونوريهم اللي انا لابس عليه، اخكو انا مانيش لابس عليه. وقتها نهرب، وقتها نسكر على كل شيء، ناخذ وقت الروحي، نغيب على وسائل التواصل الاجتماعي. ما يقلقنيش اني نغيب عليهم. معناتها شفت كل نهار حليته انستغرامي ولا حليته اي نوع من واحد من مواقع التواصل، ما لقيتوش ستورياتي اورانجي، اعرفوني راني متقلقه تو كور. معناها راني ما نجمش امبوسيبل نحل ستوري ونصورها وانا متقلقه. معناها اكا دوبل فاس ما عنديش لا بيبولاريتي نتاع اني نكون انا في حياتي العاديه متقلقه ونخرج على ستوري نضحك، ما نجمش نعملها، صعيبه الحقيقه. نورشين، لو انك انت ما نجمتش توصل بالمحتوى متاعك المعلومه، والا المحتوى بيدو ما خداش تاثير كبير، كيفاش احساسك تجاه نفسك؟ باش نكون فرحانه. علاش؟ على خاطر تو سامبلومون نجم راني نعطي معلومه انا ولا نقدم محتوى على الريزو سوسيو وما يعملش ما يعملش الصدى اللي حاشي بيه، دون لو سونس او العباد مش تقول لي مش باش تاخذها كيما هي وتسكت. معناها انا ساعات صارت لي ساعات صارت اني قدمت معلومه والعباد ما تقبلوهاش كيما حبيت نوصلها انا. اما شنو تحل ديبا؟ شفت اون فوا تحل ديبا في لي كومونتير وبداو العباد يسالوا واش بها قالت هكا، لا وراهو مش راهو المعلومه ماهيش صحيحه 100%، اجا نشوفوها من جهه هذيا ويتحل ديبا. راهو ساعات في لي كومونتير كايني قاعده هكا في كوفي تولك ونحكيو معناها اليوم في لي كومونتير ديجا انا غاديك ماركيت بونتو. علاش؟ على خاطر ما وصل هو عمل لي كومونتير هذاك ولا جبد لك ستاتيستيك لما هو حل عليه الكتاب. مره اخرى نعاودوا نقولوا باش يعمل غوشيرش هوني اجتهد. دونك يسفي انه اجتهد كيما قبل. احنا كنا قبل كي نقراو معناتها كي نقراو ساعات نستحقوا حاجه، ما كانش فما الجوجل والانترنت، كنا نحلوا كتب كما راجع. معناه هو واش عمل؟ حل جوجل وبدا يفركس ويلقى في المعلومه باش ينجم يضحط الفكره نتاعي.
دونك هنا يصيح انا مشيش معايا ما نسيقش معايا في الموضوع اللي نحب نعمله نحب نوصله انا، ما هو عمل خذا السياق نتاعو هو. حتى هنا انا هوني نسمى معناها اوبجيكتيف اتان بالنسبه لينا والهدف نتاعي خلط له. على الاقل حاولت باش توصل معلومه. صح. شنو نصيحتك اللي تمدها لكل بنت والا كل ام تتبع فيك؟ نحب نعطي لكل واحد ميساج وحده. نبدا الساعه بالامهات على خاطر الحقيقه متاع ربي هما المدرسه الاولى. معناها قبل ما يخرجوا كالصغيرات للشارع وقبل ما يمشوا للمكاتب وقبل ما يخالطوا اقرانهم وكل شيء، مدرستهم الاولى هي الام. نصيحه يمكن نقولها لهم الامهات الجدد، خاطر امهاتنا القبل ديجا ما شاء الله ربيونا وعطاونا معناتها امهاتنا اللي تربينا عليهم اجيال ديجا ما شاء الله ديجا هما مدارس في حد ذاتهم. مي امهاتنا توا عندهم حاجه مهمه على الاخر اللي هما وسائل التواصل الاجتماعي والقرب ما بين الطبيب وما بين صاحب المعلومه وما بينها هي. دونك حاول تكون عندك تاثير ايجابي على صغيرك دون لو سونس او كي يسالك صغيرك سؤال حاول يلقى عندك الإجابة، على خاطر كان ما لقاش عندك الإجابة ربش يحاول يفركس عليها البرة. دونك حتى كان ما عندكش الإجابة حاول إنك تقول له راني باش ناخذ المعلومة ونعاود نرجع لك بإجابة، وحاول إنك ترجع له. راهو الصغير ما عندك حتى فكرة قداش يفرح كي تقول له راني باش ناخذ فيها استشارة المعلومة هذيك ونرجع لك عليها. دونك هذه ميساج اللي نحب نعديه للأمهات، ورانا احنا موجودين على ذمتكم، اسألوا بركة جوست بركة اسألوا احنا نجاوبوكم. نجي تو للصغيرات. بالنسبة للصغيرات نقول لهم حاولوا انكم ديما تاخذوا المصدر المعلومه نتاعكم من عبد تثقوا تكون عندكم ثقه فيه. السيح توا ما شاء الله نعيشوا في مجتمع وين نبداو نقارنوا في رواحنا مع اصحابنا وكل شيء، مرة مش بالضروره اللي عاشوا قاريني نجم نعيشوا انا والا اللي ما عاشوش هو انا مانيش باش نعيشوا. دونك نحاول ديما ناخذ ونحاول نستوعب ونحاول ديما نرجع لولي امري ونستفسر على المعلومات اللي انا خديتهم واستقيتهم من صحابي. شنو نصيحتك للمراه الحامل؟ شنو تاكل؟ كيفاش تتعامل يوميا؟ حتى في السبور يلزمها تعمل سبور، كيفاش علاش؟ احنا المشكله المراه التونسيه معناتها ما تجتهدش ياسر في موضوع الحمل نتاعها. علاش؟ خاطر احنا خديناها حاجه مسلمه. اخكو راهو باش نقول تو معلومه يمكن تفجعكم، راهو نسب الخصوبه في وقتنا الحالي قاعده تطيح على الاخر، ما عادش كيما نسى قبل كيما نسى تو. مالوغوزمون بدونات فابل، ماكله غالطه، ايجين دو في غلط، لي بيرتورباتور اندوكرينيا موجودين في اي حاجه، في المكياج اللي نستعملوا، في ماكلتنا، في الستريس اللي نعيشوا فيه. راهو الخصوبه قاعده تطيح بصفه كبيره. راني انا يجيوني للكابيني انسي في عمر 30 و 32 سنه ما نجموش يحبلوا. دونك هنا حاجه تخوف. دونك انت هنا ديجا لازمك وانت مطالبه كامراه تتفقد صحتك شويه، تتعلم انك تتعلم انك تخرج للمجتمع، تمشي تترينا، tu adoptes un bon régime alimentaire، تبعد على اي حاجه فيها ستريس. دونك هذوما الكل ان تيران فافورابل باش يعاونوك انك تحبل. وان فوا حبلت واشهرتك الحبيله الاولى ما تحاولش تخاف، خاطر لا ماجوريتي نتاع النساء سورتو في الاشهر الاولى نتاع الحبيله ميم با يفيقوا بروحهم حبيله. علاش؟ خاطر احنا زاد في تونس ما نفقدوش السيكل نتاعنا، ما نعرفوش اش معناها عنا غوتار دي ريغل، ما نعرفوش اسكو السيكل منظم مش منظم. دونك لا ماجوريتي نتاع النساء ما يفيقوا بروحهم حبيله الا في شهرين وثلاثه شهور. ديجا باش نعطيهم نصيحه على 3 موا دو غروسيس تلقى هي فقت بروحها كان في 3 موا في 3 موا دو غروسيس. دونك انا نصيحتي شنيا؟ اهم نصيحه نحب نقولها لاي امراه تسمع فيا هنايا، تفقد روحك وحاول انك تتعلم انك تفهم بدنك قبل ما تشاور عليه طبيب. اعرف انت الدوره نتاعك شنيا حوالها، وقتاش اش معناها عندي غوتار دي ريغل، اش معناها عندي مشكل في بدني. دونك حاول انك تتخيت تو سا باش في الاخر تحبل وتفهم حبيلتك وتبدا على اول حبيلتك واعيه بها. دونك الوعي هوني مهم على الاخر، وما يجي الوعي الا ما نكونوا احنا فاهمين بدوناتنا بالبي ونتفقدوا بدوناتنا وما نبخلوش. معناتها راهو طبيب ولا باش تعمل كونسلتاسيون عند ساج فام ولا عند ميدسان مش بالضروره تعملها كي بدا عندك مشكل. راك تنجم تمشي للطبيب وتمشي للقابله وانت ما عندك حتى شيء، جوج تفقد روحك. دونك نتعلموا ندخلوا في العقليه نتاع التونسي الوقايه خير من العلاج. معناها انا ما نمشيش خاطر عندي بوت كيراتيف، ما نمشي ابوت بريفونتيف باش نقي روحي. نحن في 619 ياسر نختصوا به الشأن هذا، شأن خاصة التغذية والحاجات اللي تضر العباد. اوكي يا لندرا اللي ناكلوا فيه توا واللي موجود وخاصة يتباع وخاصة تحديدا المعلبات، نراو انها هي تضر الجنين، يا اما من جهة تعمل تشويه للجينات في بعض
المجالات اللي يذكرهم مكرم المزوغي. ومن جهة أخرى التوحد، علاش توا فما ياسر ولا منتشر؟ يا لندرا ماكلتنا غالطة ولا الماكلة المتوفرة باش يشريها التونسي هي اللي قاعدة تأثر عليه؟ الوغ لا، الماكلة متاعنا في تونس راهي فيها ياسر المعلبات، معناتها نستعملوا ياسر في المعلبات، والمعلبات كي تجي تقرا انت شنو متكن تلقى فيها برشا دي كونسيرفاتور، ولي كونسيرفاتور يضروا على اكثر ما ينفعوا. علاش يستعملوا في لي كونسيرفاتور؟ هما تو سامبلومون باش يكونسيرفيو الماكله، ما يكونسيرفيو الماكله على حساب صحه العبد اللي هي حاجه ما تجيش ومش معقوله. دونك مالوغوزمون المراه الحبلة ديجا انا باغمي لي كونساي اللي نقولها لي شاركوتري الكل تنحيهم، وكل المعلبات الكل تنحيهم، زي تاكل فيهم علاش خاطر الكلهم باش يضروها، كان ما ضروهاش هي باش يضروا صغيرها في كرشها. دونك احنا نعرفوا اللي صغير صيح معناتها ما تعدلوش كل شيء في الماكله نتاع الام، اما يتعداو هذوما لي كونسيرفاتور راهم باش يتعداو. دونك باغمي الحاجات اللي نجموا شوما لي كونسيكونس اللي يعملوهم سور لو كور تيرم، ينجموا يسبوا في دي مالفورماسيون جينيتيك، معناها الصغير يبدا عنده تشوهات من هو في كرش امه من با تفيق بهم، ومن بعد سور لو لون تيرم كي تولد الصغير يوصل حتى عنده توحد. هذه حاجه برشا ما يعرفوهاش التوحد. وفما حتى حاجه اخرى انفصام في الشخصيه، وفما اضطرابات نتاع الاي دي اتش دي توا اللي هو توا ضارب توندونس سكشوال. الصغار الكل عندهم فرط في الحركه، زعما انتم في بالكم فرط من الحركه هذيك جاي على خاطر احنا نعيشوا في عالم كله ستريس بركه؟ لا، جاي من حاجات اخرى. ديجا البيبي ملي في كرش امه قاعد يستقات وياكل فيهم، معناها يتعداو. مثالش اعطيني النصيحه التقليديه اللي كانوا يعملوا فيها جدودنا قبل. الزيت الزيتونه والماكله كلها سامبل ناتوريل. قبل كانوا ياسر يمنوا بفكره السيلف سافيشنسي. ايش معناها السيلف سافيشنسي؟ معناها انت دارك، خضرتك، نظافتك، حاجاتك الشخصيه. دونك حاول انت طيب في دارك. شنو باش يكيدك؟ سامحني، باش تشد طماطم تقصها وتطيبها، معناها علاش تاخذها انت معلبه؟ شنو باش يكيدك باش تفصص جلبينه ما تاخذيش حكه؟ معناها شنو باش يكيدك كان باش تعمل في دارك القديد وتعمل هذاك الكل؟ قبل راهو نسي بكري كان يعيشوا بيه وربيونا عليه. دوك علاش نرجع لمعلومتي اللي قلتها من الاول، اللي نسي قبل مش كيما نسي توا. نسي قبل راهو نسي زيت الزيتونه، ونسي الماكله الغله نظيفه المغسوله، ونسي الخضره اللي تاخذها من الجرده نتاعها. نسينا توا راهو الباتش كوكينج. تسمعوا بيه الباتش كوكينج؟ تاخذ طيب وتعلب على بعض وتحطه في وحدينا هكا دي شو اسمه تابر وير، وتحط في الكونجيلاتور وتجبد. يا هذاك الكل في بالك في صحه؟ ما فيش صحه. راه باتش كوكينج طيب كل نهار ونهارو، وطيب اللي عندك في دارك، مش بالضروره تشري من الشارع. معناها هذوما حاجات سامبل على الاخر. جدودنا كانوا عايشين بهم. علاش الحقوق كانوا موجودين قبل؟ ما كانوش موجودين، كانوا يطيبوا نهار ونهارو. وكان حتى باش تقرص حاجه يقول لك نحط فيها زيت الزيتونه. دوك فما طرق باش نجم تصبر الماكله غير انك تستعمل المصبرات. باهي نورشان، انا مانيش مختص ياسر في اللي تحكي فيه، اما انا اللي نعرفه واللي نحنا زرنا بيه برشا طب وحكينا عليه في برشا مواضيع وذكروا مكرم المزوغي وانت زاد ذكرته زيت الزيتونه. مانيش مختص انا باش نحكي عليه، الا انه علاش العباد ماهيش تستغل فيه في حياتها اليوميه، علاش العباد ماهيش قاعده تستنفع منه، علاش العباد ماهيش تحاول باش تخرج منه حاجات جديده، علاش ما نستهلكوهش للصغير، نتجنبوا الماكله نظيفه، نمشيوا للمعلبات، نحاولوا انه ديما باش نقولوا لا هذايا العباد الكل تاخذ فيه، لا اللي كانوا ياخذوا فيه قبل الناس. وهذا من جانبنا التقليدي، كانوا يستعملوا في الزيت زيتونه في الصباح وفي الفطور وفي العشاء، وحتى كي يمرضوا يداويوا رواحهم بالزيت زيتونه. علاش؟ فما لهنا فما حاجه معينه انا نحبك انت تزيد توضحها لي. تو سامبلومون نحب نقول اللي والله كلمه انا ريتها وشيء يوجع القلب. ما تدخل لي غراند سيرفاس في تونس حتى باش تلقى زيت زيتونه، ما تلقى زيت زيتونه نتاع تونس، تلقاهم جايبينها من برا. معناها علاش؟ معناتها زيت زيتونه نتاعنا ماهوش دو فالور، وقت اللي احنا معروفين معناها عندنا بسم الله ما شاء الله معناتها الاف معناها الشجرات نتاع الزيتون في تونس. ممكن زاد هوني نحب نحكي على موضوع ان الرفيه تو قاعد يصير، اللي هما برشا اراضي قاعدين ينحيوا في شجرات الزيتون باش يطلعوا ديار. هذه حاجه توجع القلب. زاد دخلت الفلاحه ما عادش موجوده برش، والناس الكل توا تبيع في اراضيها باش العباد تبني ديار. معناها اللي ورث من جد ولا من معناتها من جدود وارض
في عوض هي ديجا الارض في حد ذاتها ديجا هذيك ثمار معناها كلها اشجار زيتون. علاش انت ما تحرثيش الارض هذيك، وعلاش ما تسقيهاش، وعلاش ما تحصدش الزيتون، وعلاش علاش تخليوها حاجه كيما هكا تضيع منا معناها احنا كتوانسه. وقت اليوم اش يعملوا يخموا كان في الربح السريع ديريكتومون، يبيعها الارض هذيك وتتبني عليها دار. معناها تحب تقول لي انت قيمه الدار اهم من قيمه شجره الزيتون اللي باش تدخل لك من بعد زيت زيتونه وتعطيك صحتك من بعد القدام؟ ما نتصورش. ونزيدك معلومه اخرى اسكندر، شفت هكا الدار هذيك اللي انت سيء محيتها شجره الزيتون وبنيت عليها دارك، الدار تنجم تخلي لصغارك كيما ينجموا يرحموا لك على والديك، كيما ينجموا ياخذوها الدار ويبيعوها هما من بعد لا سويت. ما انت كنت تخليها شجره الزيتون هذيك وتتعصر وتقعد الالاف السنين تمشي شجره الزيتون، وراهو القطره نتاع الزيت هذيك راهي صدقه جاريه. علاش؟ خاطر هذيك دواء. معناها انت قطره الزيت الزيتونه اللي باش تخليها والشجره اللي باش تخليها راهي قيمتها اعلى برشا من الدار اللي باش تخليها لصغير نهار اخر. صحه نورشان، ابدعتي. عايشك. فكرتك جميله للغايه وبسيطه للغايه وتونسيه، وتأكد انك تونسيه وتحب تستثمر كان تونسي. اكيد. هذاك علاش نحب نشوف انت وين الدرجه والخط اللي تعملوا ما بين النصيحه وما بين التشخيص الطبي، كيفاش تنجم تفرق بيناتهم؟ تو سامبلومون هو راهو الطبيب ولا القابله ولا اي عبد من الدومين قبل ما يكون يداوي راهو هو لو ميدسان سي لو فيت دانفورمي. معناها الفو انفورمي، لازمك تعطي نصيحه. معناها النصيحه راهي من غير فلوس. لا بروفوني انا نصيحه ما نراهيش تسكر عليها ببيرو باش تنصح مراه ولا باش تنصح شكون جاي يعدي عندك. نصيحه راهي تعطيها بلاش فلوس. هيك علاش انا خرجت على المواقع التواصل الاجتماعي باش نقدمها المعلومه هذيك غراتويتمون. دونك هنايا تي نصيحه، اهميه النصيحه. ومن بعد المداواه بالطبيعه انا حتى في معلوماتي نقدمها راه نقول كان عندك مشكل ولا عندك قلق ولا حاجه باشر عليها طبيبك. راهو مش كل شيء زاد اللي يتقال راهو ناخذوه كيما هو وكهو. معناه ليه لازمني زاد نباشر الطبيب. دونك سي تري امبورطون نعملوا اكل بالانس، انك توافق ما بين انك تنصح وتداوي. نورشان، صناعه المحتوى ياسر ولا فيها الحضيض بعيد على الواقع جمله. شنو النصيحه اللي تمدها للاشخاص اللي على الاقل غلطوا باش تنصح؟ نقول لهم اني جامي ترو تار دون لو سونس او شنو معناها انت ما فاتك حتى شيء. علاش؟ على خاطر عملتهم النوامر مش باش يتنحى. دونك النوامر اللي حبيت دخلت لهم خاطر احنا عنا هاجس راه حبينا ولا كرهنا. حتى انا ساعات نتيح فيه راهو كالبيج هذاك نتاع نشوف قداش عملت نوامر، قداش عندي زعما الفيديو هذه ضرب ما ضربش، الكل نتيحوا فيه الهاجس هذاك. اما نحاولوا ديما اون سغتراب كيما انا قاعده نحاول اني نرترابيها الحاجه هذيك. دونك اي صانع محتوى ولا اي مؤثر، خلينا نقولوا هوني مؤثرين اون جينيرال، كان انت وصلت عملت النوامر راهو قيد توا باش تحاول توظفهم النوامر هذيكم دون لو بون سونس. علاش؟ خاطر كان قبل معناتها العباد اللي تتبع فيك سواء ما نعرفش قداش من متابع يتبع فيك، راهو باش ما يراكش كان جسد راهو ينجم يراك قيمه يتقاد بها. ما ينجم يراك قيمه الا ما تبدل له انت وتوظف له المحتوى اللي تقدم فيه، تحاول كيفاش تبدله شويه وتحاول توظفه دون لو بون سونس. دونك وقيت نتصور ان احنا الكلنا نهزوا المحتوى نتاعنا الجهه باهيه باش هكاك نوليو الكلنا صناع محتوى. خاطر انت الحقيقه نتاع ربي تنجم تكون ماكش صانع محتوى، جوست مؤثر في الديلي نتاعك في اللايف ستايل، ما عمره ما كان محتوى تنجم تقيس عليه. دوك نتصور وقيت اي انسان عنده عباده تتبع فيه وعنده سلطه انه ياثر ويشجع العبد على حاجه يعمل فيها، حاول توظف الحاجه هذيك وتوظف محتوى قيم باش توصل به اكثر للناس وتنجم تعمل اكثر نوامر في الحاجه هذيك. بما انك انت من الاوائل اللي مختصين علميا، نقولوا هكا في مجالات عده، كيفاش تقيم الجدد اللي باش يدخلوا العالم للمجال الافتراضي للانستغرام والفيسبوك والتيك توك؟ وشنو النصائح اللي تمدها لهم باش ياخذوا العباد بسلاسه؟ لانه صعيب كمان ساعه هما دومين صعيب عليهم، داخلين على دومين صعيب. معناها اي عبد باش يبدا في صناعه المحتوى توا راهو باش يكون متجرد من القيم. معليش؟ على خاطر باش يرى عباد ديجا بيدي عندها برشا نوامر، دوك هو يحب جوست he goes with the flow ولا يدخل في السياسة القطيع هذيك. جوست نصيحة ليك نقول لك ساعد روحك، راهو تنجم تكون عندك شوية عباد تتبع فيك ويكون عندك محتوى قيم اكا شوية عباد هذوكم تأثر عليهم بالإيجابي. دونك هنا جوست نصيحة ليا لأي إنسان قاصد باب ربه يحب يبدا في صناعه المحتوى، حاول ابداها على قاعده صحه، رد بالك معناتها
تمشي في سياق انك تحب تعمل اي حاجه فيها رذيله غيان كو باش توصل للعباد راك تو تاغ الحاجه هذيك اللي تعملها باش تلقى روحك انت في حديتك ماكش فرحان بها وتو تاغ باش تقف عليها. مي باغ كونتر كي باش تبدا على باز سوليد راك باش توصل لبعيد بقدره الله. دونك باز بار تيوا بختيوا توصل ان شاء الله الحاجه انت تحب تعملها. جوست بركه سي ان ترافاي لونغ الين لازمك برشا نفس وبرشا وصعبال على خاطر دومين تخلط في برشا عباد. دوك نحاولوا بشوي بشوي نرقاو ثنيتنا في الحاجه هذه. بما انه في 619 نشجعوا تونسي ونواكبوا كل ما هو تونسي، الا انه لهنا شنو ربحت منكم تونس؟ تونس رابحة أدمغة قعدت في تونس. معناه أنا ما كانش يقول قايل كنت نجم أنا بخدمتي كقابلة نخرج من تونس وجاوني دي زوبورتونيتي وجاوني برشا فرص أني نخرج بالخدمة متاعي لبرا. ما أنا نحب تونس الحقيقة قررت نقعد في تونس. دونك ربحت تونس أني أنا قعدت وما خرجتش. دونك هنا نحكيو على هجرة الأدمغة. كان أنت توفر لهم التوانسة تيغان فافوغابل باش يعيشوا الحلم متاعهم ويعيشوا الخدمة متاعهم ويعملوا المواهب اللي عندهم الكل راهو يقعدوا لك في تونس. انا واحده من الناس مع 3 سنين التالي كنت نخمم اني نخرج من تونس، ومن بعد كي دخلت صناعه المحتوى ونلقى في روحي نعم في حاجه انا فرحانه بها علاش نخرج بها لبرا الحاجه هذه. ونفتخر اني نحكي بالدارجه في صناعه المحتوى نتاعي. مانيش نعم في محتوى على شيل انترناسيونال حتى كي نحب نوصلوا الولايات نتاع تونس الكل قبل ما نخرج به لبرا. دونك الحقيقه تونس هوني رابحه ولادها وبناتها قاعدين في تونس. حتى لا يتم تأويل كلمة هجرة الأدمغة، كل تونسي هو عنده سلطة معينة ينجم يستعملها في حياته الخاصة. لذا ينجم يكون علمي، ينجم يكون يدوي. صح. لذا كلمتك والجملة متاعك اللي استعملتها في بلاصتها. نحن باش نحاولوا نشجعوه، كل تونسي يحاول باش انه يضيف للبلاد هذه ولا يضيف معلومة للعباد اللي لهنا. بيان سور هذا كله ماهوش بلا مقابل مادي. بالطبع. كيفاش باش تكون لهنا المعلومة؟ يا لاندرا كاملة من أجل النصيحة وإلا باش تحاول تدخل فيها العوامل المادية؟ باش تكون 50-50 تو سامبلومون. علاش؟ على خاطر احنا التونسي زاده ما تنجمش تعيش على بالريحه كهو. معناها فما هواء فما ماكله تاكلها باش نجم تعيش وتكون انسان معناها موجود في الحياه هذه. كان باش تعيش على هواء بركه عن فسك كهو تو تغرى والخلايا نتاع بدنك باش يموتوا. دونك كيف حتى احنا في تونس كيفاش نعملوا صناعه المحتوى والا باش نخدم خدمتي كقابله راني انا ما نجمش نعيش بها جوست خاطر نعطي في نصيحه. راهو لي عندي اختصاصي اللي لازمني نوظفه باش نجم ندخل منه المال ونجم نعيش في حياتي. معناها انا مثلا كي باش نقدم معلومه ونقف غاديكا نجم نقدمها المعلومه هذيك وبعد ندثر. علاش؟ خاطر انا ما طورتش في روحي، ما شريتش كاميرا جديده، ما شريتش ضوء جديد، ما شريتش لبسه جديده، ما ركحتش ديكور باهي. دونك هذه الكل ما نجمش نعملوا راهو جوست من نصيحه كهوره. دونك لازمني نخدم على روحي ندخل فلوس مورد الرزق نتاعي باش نجم نطور في المعلومات اللي نعطي فيها القدام. كيفاش تتعامل الدولة مع لي انفلونسور على المستوى الجبائي؟ معاملة صعيبة شوية. راهو لحد اللحظة هذه أنا نقول لهم كصناع محتوى ما عندناش بلاصة. احنا وين معناها احنا وين نعيشوا؟ رانا بالحق ما عندناش حتى كادر قانوني ولا ان ستاتيو ليغال نعيشوا به. الكلنا رانا مالوغوزمون يا تحت الحيط يا نحاولوا نرقاو ثغرة دون لو سونس او معناها نحلوا باسم سوسيتي ولا باسم ولا نخدموا مع انتربريز. معناها لحد اللحظة هذه احنا تونس مش معترفة بصناعة المحتوى كخدمة. وقت اللي هي راهي احنا في تونس تو توندونس هي تو البرا راهي سي بون ما عادش توندونس. عباد بالكارت بروفيسيونيل كصناع محتوى ما عندهم موفرت لهم الظروف الملائمه الكل باش ينجموا هما يبدعوا في صناعه المحتوى. دونك علاش احنا في تونس ما عندناش ستاتيو ليغال نجموا نتمنوا به ونقدموا به اكثر؟ يعني ما حاولتش تشارك صناع محتوى اخرين في ايجاد حل الاشكاليات هذه؟ المشكله احنا كصناع محتوى في حد ذاتنا مانيش لاقين منين نبداو. دونك الكلنا نحبوا ما تلميناش ما عملناش هكا الاوردر كامل ديزان ولا احنا تلمينا عملنا لما وذولي نتصور لازم اللمه هذه. راهو انا هو ممبري هذايا نتمنى من كل قلبي ان احنا كصناع محتوى نعملوا لما نعملوا طاوله وكراسي ونحاولوا احنا نطالبوا بالحق. خاطر الدوله زاده كيفاش باش تفهم ان هذا حق معناه مكتسب وقت اللي احنا كل واحد من جهته قاعد يحكي.
l'union fait la force. كان تلموا الكلنا كوميتا واحدة ونحاولوا الكلنا نعليوا صوتنا في الموضوع هذايا، ممكن نجموا نخلطوا نحققوا الهدف هذا. الكوميتا هيك بدات من 619، نحن الأولى وأنا معك، واللي جاي مرحبا به، ونتشرفوا بحضورك اليوم، مع العلم وأنك كاتبة كتاب أنت. أيه. شنو سميته الكتاب هذا؟ أمي هي السبب. على شنو يحكي؟ الحقيقة الكتاب ثورة خاصة. علاش؟ على خاطر حبيت نخرج نكسرها قاعدة متاع المؤثرين ولا الانستغرام ولا يقعدوا جوست انستغرام. ليه راهو انستغرام ولا اي موقع تواصل اجتماعي تنجم تلقى فيها عباد ينجموا يقدموا لك اضافه. كما انا وظفتهم الحاجات هذوكم باش قدمت معلومه قايمه، كيف حبيت نوظف اللي غيزو هذوكم باش نخرج كتاب. اي نعم نجموا نكتبوا كتب، علاش ليه؟ دونك الكتاب هذا كتبته الحقيقه كنوع من انتفاضه على الوضع الحالي، واصلا باش تلقاو فيه من داخل ديجا انتفاضه خاصه باش نجمت نوصل دي ميساج كلي. علاش؟ خاطر احنا في مجتمعنا المسكوت عليه نخافوا منه. لو كنا حاولت المسكوت عليه اللي انا في حياتي انا كان نورشين تو نحكي معك توا باش نقعد ساكته على الحاجات اللي تعديت بهم، ما حاولت نحطهم في كتاب بطريقه هكا ادبيه علميه وصلت بها معلومه يمكن اي عبد باش يقرا الكتاب هذا باش يلقى حاجه تشبه له في الوسط غاديكا، ونحاول نشجعوه انه يحكي معناه. يعني تونسية وصانعة محتوى متميزة بأخلاقها، وكذلك عندها من المجال العلمي ما نجمت إنها توصله للعباد بطريقة سلسة. الآن تعمل كتاب أو رواية، على الأقل نقولوا رواية ظريفة. إذا كان التونسي ما يشجعش بنت بلاده على خاطر هي عملت كتاب باش تحاول تفيده بيه، وحاولت تفيده في الانستغرام، وحاولت تفيده في الفيسبوك وفي التيك توك، وقتاش باش نعاونوا ولاد بلادنا؟ وقتاش باش انه نخليه ولد بلادنا يتميز؟ وقتاش باش نحسوا انه صناعة المحتوى في تونس يلزم ترتكز على التونسي؟ علاش نمشيو للأجانب وإلا نمشيو للغير؟ هذا كذلك الكتاب موجه باش انه تطلع عليه المفكرين، على الأقل يعطيوها النصائح ويعاونوها في المجال اللغوي وإلا في المجال الأدبي، يعاونوها. هي ماهيش رافضة هذا الإشكال، إلا أنه هي تتطلع أنه يغزروا لها اللي سابقينها وأصحاب الاختيار. هذاك علاش نورشان فما نسخة أخرى من الكتاب ولا مازال؟ فما نسخ أخرى من الكتاب إن شاء الله بقدرة الله. علاش؟ أبار الكتاب هذا راني مزت نخمم ونحلم إني باش نعمل سيري أخرى متاع كتب. علاش؟ خاطر نرى إنه الحاجة هذه كان احنا كجان توا ما نحاولوش نحييوها حتى مع الكتاب الكبار. انت قلت انا بالحق نفرح على الاخر كان شكون يقرا الكتاب هذايا وينتقدني. انا نحب النقد خاطر النقد بناء ويعاون. ما احنا كجان كان احنا ما نكتبوش الكتب توا شكون باش يكتب القدام؟ دونك انا ياسر مع فكره ان نرجعوا الكتب موجوده، خاطر توا العباد ما عادش تقرا في الكتب مالوغوزمون. الناس الكل توا تحب على حاجه سريعه. دونك نحاولوا بشويه بشويه نوظفوا ونخليوا الاوراق والكتيبه ما تموتش، ولي حاجه نورمالمون ما تموتش. حتى كان تو انا التليفون هذايا قاعد يعوض في برشا حاجات نقراو منه اكسترا. مي بالنسبه لي انا راهو الاوراق الحقيقه الاوراق اللي في وسط الكتاب راهو قيمتهم اكبر برشا من تليفون. هذا ينجم يتكسر وفي وسط الكل يضيع، اما هذا يقعد لك حتى كان تقطع منه شويه راهو باش يقعد كتاب تنجم تعاود تلصقه ويرجع كتاب. دونك بالنسبه لي انا دي حاجه ما تموتش، ولازمنا احنا كجون ما نخليوش تموت بلي نقدروا يعني. نورشان يعطيك الصحة اليوم على حضورك، إلا أنه اليوم حسسني أني أنا مانيش نحكي مع قابلة ولا مع صانعة محتوى، وإنما حسسني مع طفلة تعرف تفكر، تعرف توصل المعلومة. وهذا هو الهدف من برنامجنا انسجام، أنه صناعة المحتوى يلزمها برشا تفكير وبرشا نصيحة. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا، ونتقابلوا في حلقة جديدة.